واعلموا بأنه أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن في حجرة عائشة بقيت عائشة تنام في حجرتها، لم تجعلها مجرد مقبرة، بقيت تنام ودفن معها أبو بكر أبوها، دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت تنام في الحجرة. فلما دفن عمر وضعت ستارة وبقيت تنام في الحجرة، لكن وضع الستارة مع أن عمر ميت وتحت الأرض لا يراها. لكن هذا الحياء في قلب أمهات المؤمنين. وضعت ستارة وكانت ترتدي الحجاب في حجرتها، الحجاب بقت تلبس الحجاب لما ماتت حياء من عمر. مرأة في بيتها محجبة إلى الموت، لا يوجد رجل أجنبي إنما تحت الأرض. عمر لأنه ليس محرما. كان رسول الله وأبو بكر لا تحتاج الحجاب في بيتها، أبوها وزوجها. لكن لما دفن عمر رضي الله عنهم جميعا البيوتات المباركة صارت تلبس الحجاب ووضعت ستارا بقيت حياء عائشة. نعم، يقول عائشة حيية وصار يبكي. واكو واحد صاحي يبكي على حياء عائشة؟ هل كان لعائشة حياء اصلا؟ اساس لابد هكذا، انه هو صحيح اكو رواية تنسب اليها يعني تزعم فيها انه انا لما دفن النبي صلى الله عليه واله مارست حياتي الطبيعية يعني في الحجرة، ما كنت اتحجب لانه زوجي، ولما دفن أبو بكر أيضا مارست حياتي الطبيعية، فلما دفن عمر وضعت ستارا على أساس يعني ألبس حجابا حتى لأنه هذا غريب أجنبي يعني. شنو هالمسخرة؟ هي تتحجب من هذا المدفون، وهؤلاء الأحياء كل واحد بقد البغل، طاع الكبير وتعليم غسل الجنابة وما أجنبون في بيتها، وتقول له أفعلتها يا لكاع. يعني شاب مراهق عرفتوا يقول أنا احتلمت، فلما جيت وسلمت على عائشة قالتني فعلتها يا لكاع. وين الحياء هذا بكلامها؟ أي حياء عندها هذه؟ لا حياء عندها إطلاقا. الحياء في صوب وعائشة في صوب آخر. عائشة كانت متهتكة متفحشة، أي حياء كان عندها؟ هي من الأحياء ما كانت عندها حياء.